دي الحلقة اللي قبل نهاية الموسم الأول من حكاية سول. بعد كل اللي شفته لحد دلوقتي، سول واقف على أعتاب تغييرات كبيرة. في الحلقة دي هيواجه تحديات هتكون الفاصل بين حياته القديمة والجديدة، وكل خطوة هياخدها هتقوده لقرار مصيري مش بس هتغير مستقبله، لكن هتكون بداية لحاجة أكبر. استعدوا لأننا قربنا نوصل لنهاية الموسم الأول والأحداث بتزيد في حماس. بس قبل ما نكمل بقى أنا عايزك بص تنزل بقى تحط لايك واشتراك لو انت مش مشترك، وبالذات لو انت جديد يعني ولسه اول مره تشوف الحكايه. انصحك بشده انك تشوف الحلقات اللي فاتت، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. شوفها وارجع تاني وكمل علشان اللي جاي كله دمار. وبس يلا نكمل. ودان بيبص له بصه مريبه كده، بيقول يا ترى هعمل فيكم ايه دلوقتي؟ بعدها بيصحى سول وبيلاقي نفسه قاعد على السرير وفي اتنين بيهتموا بيه. واحده عجوز كده بتسرح ليه شعره، والتانيه بتاكله بتقول له افتح بقك، واللي بتسرح ليه شعره بتقول له انت شكلك كده بقى وسيم، ايه رايك في التسريحه الجامده دي؟ الاطفال اللي حواليه عمالين يلعبوا ويتنططوا وبيقولوا له انت شكلك غبي كده ليه؟ انت جيت لنا منين بالظبط؟ وايه اللبس الغريب ده؟ وبعدها بيشوف اليكسا جنبه وبتقول له كل وانت ساكت يا سول، الرز هنا طعمه جميل جدا على فكره. سول بيقول لنفسه انت هنا وانا مش واخد بالي، هو ايه اللي حصل لينا بالظبط؟ فبتقول له لحد دلوقتي ما اعرفش. فبيقول لها انت بتقول ايه؟ احنا لازم نهرب من الوحوش دول بسرعه. هنا بيسمع حد بيقول له انت قصدك مين بالوحوش يالا؟ بيلتفت بيلاقي لان بيكلمه بيقول له كويس انك صحيت، تعالى معايا بسرعه، دان مستنيك. وهنا سول طبعا مستغرب اللي بيحصل، يعني قبل كده يفترق عليا ويضربني بغباوه ودلوقتي مش عايز يبص لي حتى، بس ده معناه ان كل حاجه هتبقى تمام مش كده؟ بعدين لحظه، هو ليه ما طلبش من اليكسا تيجي معايا؟ من غيرها انا هيعتبر شخص عادي، مجرد طالب ماليش لازمه وما عنديش اي قدرات خاصه. واول لما بيوصلوا بيقول له ادخل، دان مستنيك جوه. وهنا على طول بيرحب بيه دان وبيقول له اهلا يا سول، كويس انك جيت. انا فعلا اتفاجئت من اللي حصل من شويه، انت ازاي عرفت تفتح الفتحه دي في الحيطه بتاعت الزنزانه؟ وفي نفس الوقت ليه فقدت الوعي اول ما مسكتك؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ وبعدين الفتحه دي مش فتحه عاديه خالص، شكلك استخدمت القدرة دي لما عديت جوه حاجز نوجا، استعملت معها التقنية دي مش كده؟ وبيحط ايده على كتفه وبيقول له الضعف هو اللي بيوصلنا للفشل، مش ناوي تعرفني بقى ايه نوع قدراتك الغريبة دي؟ وبيكون سول مش عارف يرد عليه ولا عارف يتصرف ازاي، وبيفكر مع نفسه وبيقول لو طلع الشخص ده ملك القرية الحقيقية فعلا، بتهيألي كده لازم اقوله الحقيقة. هو فعلا شكله الملك الحقيقي هنا، بدليل ان واحد في قوة لان بيسمع كلامه وبيطيع اوامره. بس دي فعلا هتكون مشكلة كبيرة جدا لو انا اتكلمت وما عجبوش كلامي، بيتهيألي لازم اعرفه الحقيقة. بس هل ينفع اقوله الحقيقة؟ هل ينفع اقوله ان دي قوة الملك ارثر؟ اكيد طبعا مستحيل يصدقني. في اللحظة دي دان بيوقفه عن التفكير وبيقول له ما تتوترش قوي كده، لو ما كنتش عاوز تقول السبب مش مهم تقول خلاص. فبيقول له سول بجد عادي يعني اني ما اقولش؟ بيقول له دان ايوه يا عم طبعا عادي. دان بيقول له ده امر طبيعي انك تخفي قدراتك علشان تبقى لاعب محترف. فسول بيقول له طيب معلش ممكن اسالك انت، طب انت سالتني ليه اصلا؟ فبيقول له علشان انا كان عندي فضول اعرف قوتك دي مصدرها ايه. فسول بيسال طيب انت كنت جايبني هنا ليه؟ دان انا جايبك هنا علشان اديك الحاجه الغريبه بتاعتك دي، لقيتها معاك. وبيديله التليفون بتاعه. فسول بيقول له افهم من كده ان احنا خلاص براءه كده يعني؟ دان ايوه انت طلعت بريء. وهنا سول بيحمد ربنا انهم اثبتوا براءته. فبقول له دان ان صاحب موتشيكو جالنا واعترف انكم مش تبع عصابه الرداء الاحمر. فسول بيستغرب وبيقول له معقول جده عمل كده؟ انا فعلا مش قادر اصدق اللي حصل. دان انا معرفش ايه اللي حصل، بس من الواضح كده ان الناس الموجودين محدش منهم اتاذى، ولما انا رحت اتكلم معاهم عرفوني باللي حصل بالظبط، وان انت لما شفتهم حاولت تحميهم، وده كان سبب انك خسرت المعركه. وهنا سول بيكون مبسوط جدا من جواه وبيقول لنفسه صح كده، قرار اني اوقف واتراجع كان هو القرار الصح، وكان ليه تاثير كويس في النهايه اهو، كفايه انه كان السبب في انقاذ ولو واحد من الناس. وهنا بقى دان مستغرب من رد فعل سول وحاسس ان الولد ده شخص غامض وغريب ووراه قوة كبيرة. وبقول له انت قلت ليه انك عاوز توصل لقمة البرج مش كده؟ فبيرد عليه وبيقول له بالظبط كده، ده فعلا اللي انا عاوز اوصل له. دان بيسأله ممكن تعرفني السبب ليه عاوز توصل للقمة، او ايه السبب اللي مخليك عاوز توصل لقمة القلعة؟ وهنا سول بيفكر مع نفسه بيقول هو انا بعمل كده ليه فعلا؟ بس بيرد على دان وبيقول له لاني مهتم بشخص معين ولازم اهزمه مهما حصل، لازم اهزم اللاعبة اللي اسمها نوجا، ولازم اوصل وابقى رقم واحد بعد ما اتغلب عليها زي ما هزمتني، او بمعنى اصح هدفي الاساسي هو ان ابقى الاقوى. وهنا دان بيطلب منه انه يبص من الشباك، بوريه مبنى طويل وعملاق جدا حواليه اسوار كتيره، وبعرفه انه جواها نقابات كتيره جدا، والنقابات دي نوجا هي اللي بتتحكم فيها. ايه رايك في اللي انت شايفه ده؟ سول بيندهش بيقول له كل ده ملك نوجا؟ وهنا عرف سول انه علشان يوصل لنوجا علشان يقدر يهزمها لازم يعدي حاجات كتير جدا، وفي عقبات كتير جدا هتواجهه قبل ما يوصل ليها، لازم يهزم كل النقابات اللي تبعها. بمعنى اصح كلامه ده يعتبر اعلان للحرب على عالم نوجا،
هل هيقدر يعمل كده؟ هل شخص جبان وضعيف زي يقدر يعمل ده؟ ايام ما كنت طالب في المدرسه اتهزمت وما قدرتش اعمل اي حاجه، وهنا دان بيتدخل وبيقول لسول انا حددت قراري خلاص، انا هساعدك يا سول عشان تقدر توصل لقمه القلعه دي. طبعا سول مش مصدق نفسه، بيقول بجد هتساعدني؟ فبقول له لان انا حابب اشوف هتوصل لايه، وعندي سبب كمان يخليني اساعدك بس مش هقولك عليه. تفتكر ابتدي اساعدك بايه؟ وهو هنا كان ماسك سول وتقريبا كده كان هيخنقه وهو مش واخد باله. فسول بيقول له ممكن على الاقل تسيبني قبل ما اتخنق يا عم. فدان بيعتذر بسرعه بيقول له صحيح يا سول، هو انت سجلت نفسك كلاعب ولا لسه؟ بعد كده بيطلع من الاوضه. هو فعلا كان مرهق جدا وتعبان لاخر الحدود، بس هو حاليا على الاقل بقى عارف ازاي هيقدر يوصل لقمه القلعه. وبيتفاجئ ان لان كان مستني ورا الباب وبيقول له خدها مني نصيحه يا سول، انت ما عندكش القوه الكافيه علشان تقدر توصل لقمه البرج. بطل تمشي ورا تهيؤات واحلام مش هتقدر تحققها وعمرها ما هتوصلك لنتيجه. بص ليا كويس يا سول وشوف كده انت تقدر تهزمني ولا لا. انت بالنسبه لي مجرد حساله، بلاش تختار بنفسك، ولو ده اللي انت عايزه بجد فانا هوريك مستواك الحقيقي. ولسه بيحاول يهجم على ليف فبتنقذه اليكسا اللي بتيجي مره واحده من العدم وبتقول انت فاكر نفسك مين يا لان؟ مش انت اللي هتعرفنا المفروض نعمل ايه. انا هخليك تندم على كل اللي انت قلته ده، احنا هنبقى اقوى منك وهتشوف. وسول بيأكد على كلامها بيقول بالظبط كده، احنا فعلا هنبقى اقوى منك وهنوصل لقمه القلعه وهنهزم كمان نوجا. هنا لان مش عاجبه الكلام وسابهم ومشي وبيستهزأ بيهم وبيستغرب ومش فاهم ايه اللي عجب دان فيهم، وبيقول لهم بكره نشوف كلامكم الفارغ ده هيوصلكم لفين. وسابهم ومشي. واخيرا بعد ما مشي حسوا بشويه راحه وسول اترمى على الارض من كتر التعب. اليكسا بتقول له قوم مفيش وقت للراحه، احنا لازم نبقى اقوى، فاهم ولا لا؟ ولازم نعرفهم قيمتهم. فبيقول لها سول معاكي حق، احنا فعلا لازم نوقف كل واحد عند حده. صحيح يا اليكسا، دان قال لي على شويه معلومات كتير كده، تعالي اقول لك عليها. وبنيجي بقى على الناحيه التانية بنلاقيهم واقفين قدام بوابه كبيره اسمها البوابه الاولى، وبيسالها سول هو ده المكان صح كده ولا ايه؟ فبتقول له ما هو واضح قدامك اهو. ايوه هو. فبقول لها هو ده فعلا المكان اللي قال عليه دان، اخيرا قدرنا نوصل. وبنرجع بالزمن لحظات بسيطه كده قبل ما يوصلوا لمكان الاختبار. سول بيقول يا اليكسا احنا في مشكله كبيره، شكلنا تهنا ولا ايه؟ انا مش عارف المكان فين. فبترد عليه انت فعلا مفيش منك فايده، ازاي مش عارف تودينا المكان مع ان دان معرفك هو فين؟ ما اعرفش ايه اللي حصل بس شكلنا كده بنلف حوالين نفسنا، كنت فاكر اننا هنلاقي المكان بسرعه بس خلاص انا افتكرت. دان قال لي كل اللي عليك انك تمشي ورا شخص معين كده هيقابلك. فبتقول له شخص معين مين؟ قال لها هو قال لي ان هعرفه اول ما اشوفه. استني كده اما فكري معايا كده، تتوقع يكون مين الشخص ده؟ هو ممكن يكون ده جزء من الاختبار ولا ايه؟ فاليكسا بتقول له انت فعلا مفيش منك اي فايده. مره واحده بيسمعوا حد بيقول لهم ها اقدر اخلص عليه دلوقتي ولا لا؟ وحد بيرد عليه وبيقول له استنى يا جان لسه الوقت ما جاش، اصبر شويه. جاندر كان شكله شرير جدا وهو ماشي عامل زي ما بيكون بياكل بني ادمين. فبيقول له طيب عرفني لما يكون هينفع علشان لسه ما شربتش دم النهارده. سول بيبص ليهم باستغراب وبيسال مين الشخص العجيب ده. اليكسا بتفكر ان هي عارفاه، هو مش ده بس بقطعها سول وبيسالها مين. بعد كده بيعدي كمان مجموعه غريبه شكلهم مخيف وعجيب جدا، واليكسا بتقول له انا شايفه اننا نمشي وراهم، شكلهم رايحين الاختبار، ولا ايه رايك نروح البيت وخلاص؟ فسول بيقول لها اسكتي بقى يا اليكسا كفايه هزار. بعدها بيجي واحد شكله عجيب كده ومخيف وبيقول لسول ممكن توسع لي بعد اذنك؟ فسول بيعتذر له وبيخليه يعدي. وهنا اليكسا جابت اخرها خلاص وبتقول له سيبني عليه انا لازم اموته. فبيهديها سول وبيقول لها هدي اعصابك بس يا اليكسيا. وبعد المغامرات دي قدروا اخيرا يوصلوا للمكان اللي هيتم فيه تسجيل رغبات اختبار اللاعبين. اليكسا بتحمد ربنا ان كل حاجه عدت على خير. انا كنت لسه هكسر دماغ البني ادم العجيب ده، كان فاضل لي تكه وارتكب جريمه، جايز لو كان حد عدى قصادنا تاني كنت كسرت دماغ امه. سول بيقول الحمد لله انها عدت على خير، الناس دي فعلا شكلها مريب وغريب جدا، هم دول كلهم مرشحين زينا ولا ايه؟ فبتقول له اكيد، بس مين الشخص اللي واقف فوق عند المنصه ده؟ شكلها كده هي دي اللي هتقدمنا علشان نبدا الاختبار. عند منصه الاختبار في ناس كتير مصطفين علشان يدخلوا، وفي حارسه واقفه على البوابه اللي هي هتنظم الاختبار واسمها مومو، وبتقول لهم واضح كده ان كل الناس وصلت، وواضح ان في اعداد كتير المره دي، ما توقعتش ان كل ده يكون موجود النهارده. وبتقول لهم من هنا ورايح هيتم اختيار اللاعبين المؤهلين وهنبتدي نختار اول مجموعه. ولو كنت فاكر ان في مقياس معين ودرجه معينه من القوه بنختار بيها اللاعبين، فاحب اقول لك ان الكلام ده غلط. مفيش اي مقياس معين للقوه المطلوبه، الشرط الوحيد المطلوب هو انك تكون شخص مميز وبس كده، هي دي كل الشروط. وهنا سول افتكر كلام دان وهو بيقول له ما تقلقش يا سول، هدي اعصابك وشوف حاجه تشربها، الموضوع بسيط كله هيبقى تمام، ما تخافش من اي حاجه. واتضح يعني ان الموضوع عكس ده كله. وهنا بتعدي البنت اللي بتختار المؤهلين، واي حد بيتعدى عليه كانت بترفضه وبتقول غير مقبول او غير مؤهل او غير مقبول او غير مؤهل، وانت كمان برضه غير مؤهل.
طبعا سول بعد ما سمع كلمه غير مؤهل دي كل شويه بيقول لنفسه شكل الموضوع صعب ولا ايه، دان ما قاليش كده. واليكسا بتتضايق من الشخص اللي بيختبرهم وبتقول هي بتتصرف من دماغها ولا ايه. وهنا سول بيحس انها مش مجرد حد عادي بيختار المرشحين وخلاص، دي شكلها كده هي كمان لاعبه زيها زي دان وولان، واكيد في حاجه معينه بتختار بيها الاشخاص المؤهلين. خلينا نفكر فيها قبل ما نطرد من هنا احنا كمان. وبتقف البنت اللي بتمتحنهم قدام شخص عملاق كده طويل جدا وضخم وبتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو انت طبيعي؟ هو المفروض صاحب الامتحان هو اللي يرفع راسه للمرشح علشان يختبره ولا ايه؟ في الحلقه اخينا بينزل قدام رجليها كده وبيعتذر ليها وبيقول لها انا اسف، انا فعلا اسف جدا. فبتقول له كمان وبتقول لي يا جدا هتعمل لي فيها محترم ولا ايه؟ وبقول لها مش دي القصه. فقالت له بس خلاص انا فهمت كده تمام. وبتبص ورا كده وبتقول كل اللي ورا الضخم ده كلكم مرفوضين. طبعا كلهم حسوا بالظلم ان ده رفض عشوائي، وبيقولوا لها ازاي تعملي كده، انا مستني بقى اكتر من 50 ساعه وفي الاخر اترفض بالشكل ده من غير سبب. واحد تاني بيقول لها من فضلك دي فرصتي الاخيره. واحد تالت بيقول لها طب على الاقل عرفينا ايه المقياس بتاع القبول او الرفض. بتقول لهم عايزين تعرفوا المقياس مش كده؟ تمام قوي، انا هعرفكم ايه هو المقياس. وبترفع رجلها مره واحده في الهواء وبتخبط الارض جامد وبيحصل انفجار كبير جدا وبيطلع منه غولم او كائن صخري كده عملاق جدا وهي واقفه عليه. وبتقول لهم من هنا ورايح اي مرشح هيبقى ليه فرصه واحده بس. وبنعرف برضو ان هي اسمها مومو زي ما عرفنا قبل كده، وهي تعتبر لاعبه من فئه المتدربين وتخصصها تدريب الكائنات الصخريه. وبتقول لهم انا هعرفكم ايه هي المقاييس بالظبط علشان اختار اللي ينفع يترشح كلاعبين. المقاييس بتعتمد بشكل كامل عليا انا، على الشخص اللي يمتحنكم دلوقتي، يعني زي ما انا احب اختار واحكم زي ما انا شايفه بناء على رغبتي انا، محدش يكلمني كده تاني. فبيقول واحد بالواقفين معنى الكلام ده ان الموضوع ده بيرجع ليك انت في النهايه. فبترد عليه مومو بالظبط كده عليك نور، واللي عنده اي اعتراض يتفضل يوريني نفسه، حتى لو كنت هتعامل انا معاكم كلكم بنفسي. اللي مش عاجبه يقدر يسيب المكان ويمشي لو مش عاوز يكمل اختباراتي، واللي عايز يفضل يفضل. فهي دي بقى شروطي، غير كده يقدر يمشي يغور في داهيه. كان لازم اعرفكم فرق القوه اللي بيني وبينكم من البدايه، كان لازم كل واحد فيكم يعرف هو يساوي ايه. وهنا اليكسا بتتدخل جميل قوي، يعني انت لاعبه وبتتكلمي الكلام ده كله. سول بيحاول يهديها لكن يهدي مين يا عم بس. وبتكمل اليكسا كلامها وهي متعصبه جدا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ويعني ايه كل حاجه بتعتمد عليكي انت؟ هو احنا جايين هنا عشان نجرب حظنا ولا ايه؟ سول بيقول لها اهدي شويه يا اليكسا، انت كده بتخربي الحوار يا اليكسا، هدي اعضائك شويه. فبتقول له حاول تفوق شويه يا سول، لو كانت دي الطريقه الوحيده علشان نحقق الهدف ونبقى من ضمن اللاعبين فانا مش عايز اكون منهم. انت ايه رايك في الكلام ده يا سول؟ وهنا بترد عليهم مومي وبتقول لهم شكلكم كده لسه ما استسلمتوش بسرعه زي ما توقعت. انت مش شايفه الوضع اللي انت فيه ولا ايه؟ لسه ما عرفتيش حجمك؟ شكلك كده مش هتقتنعي غير لما تجربي. وبتطلب منها تبقى قد كلامها ده وتستمر في التحدي. بعدها بتقول لها لو قدرتي تلمسي شعره واحده مني هتبقي نجحتي في الاختبار كله. اليكسا بتوافق وبتتحداها هي كمان وبتقول لها عايزاكي بس تخليكي قد كلامك ده. وبيدخلوا هما الاتنين في تحدي مع بعض وجو مليان تنافس. وهنا بنعرف ان التحدي ده عمل في كل الموجودين حاجه من اتنين، في اللي استغرب من فعلهم وفضل يضحك عليهم، وفي اللي متضايق جدا وزهق وخلاص. لكن المهم ان التحدي المستفز ده كان سبب كافي لكل الموجودين انهم يتحمسوا. فمامي بتقول لها مالك واقفه مكانك ليه كده؟ الشمس هتغيب قبل ما تتحركي. وبترد عليها وبتقول لها لو واثقه من نفسك للدرجه دي هاجميني انت الاول. بيحاول سول يهديهم لكن من غير اي نتيجه. فجاه بيسمعوا صوت اهتزاز كبير ودخانه بسبب الانفجار، وبنكتشف ان في حد من الناس اللي يجوا عشان يمتحنوا لكن اترفضوا قدر يفجر الكائن الصخري الهولم بتاع المراقبه لحتت صغيره جدا. وبقول لها كنت بتقولي ان انا مرفوض صح؟ اكيد كنت بتهزري مش كده ولا ايه؟ المفروض ان ده حكم صادر من احد اللاعبين اللي بنعتبرهم في مكانه عاليه. انا كده فهمت دلوقتي ان مستواكم متواضع جدا وقررت اخلص عليك واستبعدك بنفسي من قائمه اللاعبين. وبنسمع صوت المخلوق بتاعه وبيطلب منه الاذن عشان يبتدي، وبقول له اديني الامر يا قائد وانا هبص هعمل واسوي. وهنا اليكسا ومومو بيقولوا في نفس الوقت ايه اللي في دماغ الوغد ده. وبعدها بيدي الامر للمخلوق بتاعه وبيقول له خلص عليها جندار، وجندار ده هو نفسه جان. بعدها بيطلب سول المساعده من اليكسيا وبيقول انه لو اللي بيحصل ده استمر ناس كتير هتتاذي. فبتسيب الخناقه مع مومو وبتقول لها حظك حلو المره دي، وبتقول لها يلا بسرعه نحاول نتصرف في المصيبه دي. لكن بيجي واحد من وراه وبيقول له كفايه عليك انت كده. والشخص ده بيدمر المخلوق العجيب ده في لحظه وهو مطمن علشان مش خايف حد من اللي حواليه يتاذي. والشخص ده اسمه باستس.
وترتيبه أو فئته لسه مش معروفين، وهو يعتبر لاعب وجاي يتقدم للاختبار. في الوقت ده سول بيندهش من مدى قوته، لكن إليكسا متضايقة علشان كانت متحمسة للقتال، وصاحب المخلوق العجيب ده مش مصدق إنه اتهزم بالسهولة دي، وبيظهر من وراه حد تاني وبيقول له هي ناقصاك؟ مش كفاية اللي حصل؟ أنت مين؟ فبيرد عليه الشخص المجهول وبيقول له تقصد إيه؟ أنا زيك جاي أتقدم للاختبار. وبنكتشف إنها بنت اسمها ريري، وبرضه بيكون مجهول مدى قوتها. بعدها بتقول له ما تسيبك بالعند اللي فيك ده وتنسحب وخلاص. فبيقول لها مالكيش حق تقولي ليا اعمل ايه، خليكي في حالك انت. فبتقول له على فكرة ده مش امر ولا حاجة، دي مجرد نصيحة وانت براحتك تسمع او ترفض، بس انت خلاص فقدت مصدر قوتك. واحد من اللي واقفين تحت بيقول له انزل لي هنا يا جبان، والتاني بيشتمه علشان اتحبس بسبب الكتلة الصخرية دي. فبقول لهم انا هنتقم منكم كلكم، مش هسيبكم حتى لو في الجحيم. كل الموجودين بيستغربوا كلامه اللي ملوش لازمة، خصوصا انه بالنسبة لمعظمهم انسان ضعيف. واحد من الموجودين رفع ايده وبيطلب انه يسأل سؤال، بيقول للمراقبة احنا هيحصل لنا ايه دلوقتي؟ هنقف كلنا في الطوابير التاني وترفضينا ولا ايه الدنيا؟ فبيستغرب سول ان الشخص ده ظهر قدامه في لحظه من غير ما يحس بيه، وبيبتدي الكل يسال هل فعلا هنكمل الاختبار ولا ايه اللي هيحصل. وطبعا كله خايف يبقى غير مقبول زي اللي اترفضوا، وبتحصل حاله من الشك بين الجميع لان محدش عارف ايه هو مقياس النجاح او الفشل في القبول. عندك مثلا مجموعه كامله نجحت عشان هم اغنياء، واحد صاحبه نجح علشان هو عضو في نقابه نوجا، والاجواء اصبحت مليانه فوضى، ولو استمر الوضع كده مش هيبقى كويس بالنسبه لسول. وطبعا الان احسن المراقبه ميمو تسيبهم وتمشي. وهنا بتتكلم وبتقول شكل كده في ناس كتير معترضين، وبيكون الغلم او الوحش الحجري رجع لشكله الطبيعي تاني. سول واليكسا بيستغربوا ان المراقبه عرفت ترجع الوحش بسهوله كده تاني. طبعا معظم اللي واقفين لسه معترضين على اللي بيحصل ومش راضيين عن النتيجه، وبيقولوا انهم مش هيسكتوا تاني، والوضع اصبح صعب جدا والكل مترقب للهجوم والقتال. واليكسا بتقول لسول خليك في ظهري وما تتحركش ولا تبعد عني. واخيرا مومو ابتدت تتكلم وبتقول لهم مفيش داعي للهلع، ما تقلقوش، كل الموجودين هنا مقبولين. كلهم بيستغربوا في صوت واحد، بس هي بتقول لهم ان شرط النجاح وهو انكم تقاوموني، لان دي ميزه مهمه جدا لكل لاعب، ان مفيش حاجه معينه تحجمه او تقايد حركاته. ما ينفعش يبقى اللاعب مجبر على وضع معين باي شكل من الاشكال. يعني لو فضلت تمشي ورا قوانين شخص تاني عملها ليك في الوقت ده مستحيل تبقى لاعب. علشان كده خليت الشرط الاساسي للقبول هو انكم تتعرضوا على قراري وتقاوموني. لسه في اي حد عنده اعتراض؟ برد واحد من الموجودين طالما اتقبلت خلاص ما يهمنيش اي حاجه تانية. بنت من الموجودين بتستغرب وبتقول بس مش غريبه كميه الناس المقبوله دي كلها، ازاي كل دول هيترشحوا؟ بترد المراقبه وبتقول لها عندك حق، عدد الناجين المرشحين زاد عن توقعاتي، علشان كده لسه عندي شرط اخير. بما ان سبب مقاومتكم كلكم كان بسبب الشخصين دول، وبيتشاور على سول واليكسيا، وبتقول لهم علشان ما يبقاش عندي مشكله في قبولكم كلكم لازم الشرط الاخير ده يتنفذ. وبتشاور على سول واليكسيا وبتقول لهم انتوا اسمكم ايه الاول؟ فبيرد كل واحد منهم باسمهم سول واليكسيا. فبتقول لهم لازم توروني حاجه مميزه او قدره خاصه، ولو طلعتوا في المستوى اللي في دماغي اوعدكم كل الموجودين هينجحوا. هنا سول واليكسيا بيستعدوا، وسول بيأكد عليها ويقول لها جاهزة يا إليكسيا؟ فبتقول له أكيد جاهزة يا ابني. وإليكسيا على طول بتتحول بطريقة عظيمة جدا عن طريق برق جديد بيضرب المكان بقوة، وكل الموجودين حسوا بالخطر والخوف ومش مصدقين اللي شايفينه قدام عينيهم، سلاح الذات أو انعكاس الروح ده. ولكن بعد الضجة دي كلها بيتفاجئوا إنه اتحول لسيف مكسور زي حتة الحديدة اللي ملهاش لازمة، وكل الموجودين بينفجروا من الضحك. لكن مومو بتديهم فرصة أخيرة وبتقول لهم أنا هديكم 5 ثواني كمان، وبتبتدي العد بشكل تنازلي. وإليكسيا بتقول له اعمل أي حاجة يا سول، أنت اللي معاك قوة الملك أرثر، أنت مفيش منك أي فايدة أبدا، شوف أي قوة خاصة عندك تطلعنا من الموقف ده. فبيقول لها حاضر هحاول أهو. بيتكلم مع نفسه وبيقول إنه مستحيل يكون عنده أي حاجة مميزة، وبعدين هو كمان بيعتمد بشكل كلي على قوة إليكسيا، ولو كان عندي أي قدرة خاصة كنت استعملتها في العالم اللي أنا جيت منه ده، وما كنتش اضطريت أجي هنا من الأساس. كل ده والعد التنازلي لسه شغال. إليكسيا بتقول له خلاص لو مش هتقدر تعمل حاجة سيبنا اتصرف بنفسي. ولكن سول بيقول بكل ثقة ما تلاقيش، أنا افتكرت حاجة مهمة جدا، إزاي أنا اتوترت ونسيت الحاجة الوحيدة اللي بتميزني هي. وبيرفع التليفون بتاعه وبيقول لها هي دي الحاجة اللي بتميزني. مومو بتستغرب وبتقول إيه ده؟ هو ده اللي بيميزك؟ بيقول لها بالظبط كده هو ده اللي بيميزني. فبتسأله إيه ده بالظبط يعني؟ كان لسه أقول لها ده نوع من ولا إليكسيا بتهزقه وبتقول له اخرس، أنت قلت لي سيب الوضع ليا وفي الآخر كل اللي قدرت تعمله إنك تبين قطعة الخردة اللي في إيدك دي. هو أنت عايز تشلني؟ وبتمسك في زمارة رقبته وتخنقه. ولا سيبيني أشرح لك، أنت مش فاهمة ده بيعمل إيه، لو سبتيني أشرح بس هتندهشي من اللي هتسمعيه. بتقول له أنا مش مهتم أعرف حاجة لو ثانية واحدة، لو كنت أعرف إن الموضوع هيبقى كده كنت ضربتها أنا بإيدي. أنت فاكرها هتنجحنا بعد ما وريتها قطعة الخردة اللي محدش يعرف عنها حاجة دي؟ وفي اللحظة دي بتعلن المراقبة مومي إنهم نجحوا،
وفي اللحظة دي إليكسا كانت هتموت من الصدمة ومش مصدقة اللي بيحصل. وهنا سول بيسألها انت تقصدي ان الامتحان خلص خلاص كده؟ فبتقول له مومي لسه عندك حاجة تانية عايز توريها لي ولا ايه؟ فبقول لها ما اقصدش كده، بس انت لسه حتى ما تعرفيش ولا شرحت لك ده بيعمل ايه. قالت له شرح ايه اللي بتقول عليه؟ انا مش محتاجة منك شرح، مش ده تليفون محمول برضو؟ قال لها وانت ايه ده راح ايه ده انت عرفتي ازاي؟ فبتسأله انت قلت لي ان اسمكم سول واليكسا مش كده؟ انا سمعت اشاعات عنه بس ما كنتش اتوقع اني هشوفه في الحقيقة، وانا عندي وعد ليكم كل الموجودين هنا ناجحين. بقول لها بس استني، انت ازاي سمعت عن الهاتف الذكي ده؟ ما بتعبرهوش وبتقول لهم كلهم انتبهوا، انا بعلن باسم انا اللاعبه مومو ان جميع الموجودين في الامتحان هنا ناجحين في الاختبار. كل الموجودين مبسوطين جدا من الخبر ده، بس سول هيموت ويعرف هي ازاي عندها معلومات عن الهاتف المحمول ده. فبتقول له جمله اخيره، لو كان عندك اسئله معينه حاول تلاقي لها حل بنفسك، انت دلوقتي بقيت مرشح انك تكون لاعب حقيقي بشكل كامل، اشوفك في الاختبارات النهائيه يا سول جين هو. وبكده يكون تم اجتياز اختبار ترشيح اللاعبين بنجاح. نيجي بقى على الناحية التانية، بنلاقي سول بيتكلم مع دان وبيقول له تعرف معلومات عن حاجة اسمها موبايل؟ فبيقول له لا ما عنديش معلومات بصراحة، وبعدين انت عارف ان انا كنت في المسابقة وفي حاجات كتير بتحصل لسه ما عنديش علم بيها. وهنا سول بيعتذر ليه وبيقول له فعلا انا نسيت، ولكن دان بيقول له اسألك عليه لو حابب يعني. سول بيقول له لا مش مهم خلاص ما تتعبش نفسك. وهو بيفكر مع نفسه بيقول ان ده كده كتير قوي، بقى بيحس انه شخص تقيل على دان وبقى بيعتمد عليه في كل حاجة تقريبا. وبيقول لنفسه انا حاسس ان انا ما عملتش اي حاجة بنفسي من ساعة ما جيت هنا، تقريبا دان هو اللي بيعمل كل حاجة بدالي. ولسه بيفكر مع نفسه وبيقول معنى كده ان في حد غيري عنده معلومات عن الهاتف، وده معناه ان في حد من العالم اللي انا جاي منه ممكن يكون موجود هنا. وبيتضايق اكتر من نفسه عشان حس انه بقى متوتر وخايف جدا لمجرد بس انه سمع عن حاجة بتفكره بالعالم الحقيقي، مع انه كان قرر انه يتغير لشخص احسن ومفيش اي حاجة تقدر تأثر فيه تاني. وفجأة بنشوف حد بينط من الشباك اللي جنبه، وبيظهر دان وهو شايفه وبيتكلم مع لان بحماس وبيقول له شكل كده الامور ابتدت تحلو والظاهر كده ان الجد هيبتدي. وبيطلب من لان يعرف ايه حكاية التليفون ده، وطبعا لان بيقول له حاضر هعمل لك اللي انت عايزه. وبنيجي على الناحية التانية بنلاقي ان في شخص مجرم وخطير واقف مع الشخص اللي لسه نازل من الشباك، وبيكون واحد من اللاعبين المتسابقين اللي اتصدم مع سول وإليكسا قبل المنافسة، وكان باين عليه انه خطير جدا. فبيكلمه بيقول له لو ما كنتش انا اللي هناك كان اي حد مكاني هيتمسك، خصوصا ان دان كان موجود هناك برضه. فبرد عليه وبقول له عارف انك قدها، كنت متاكد انك هتنجز المهمه. فبقول له افهم من كده انك مبسوط. فبيرد بيقول له مبسوط منك جدا، ولو رجعت لي التليفون ده اوعدك هيبقى ليك مكافأة كبيرة مش اقل يعني من نص ثمنه. فبقول له تمام قشطه وانا واثق فيك، بس بيقول له خلي بالك الموضوع ده هيبقى سر بيني وبينك بس. قال له ما تقلقش مفيش اي حد هياخد خبر. واول ما التفت ليه وابتدى يمشي، المقنع ابو منقار غدر بيه واخترق جسمه بضربه واحده، والضربه دي خلصت عليه وهو بيموت وبيتألم. وبيقول له كنت متاكد ان ده هيحصل بس كنت بكدب نفسي. وهنا بقى الشخص المقنع ده بيدي الاوامر لاصحابه وبيقول لهم انه عرف مكان التليفون خلاص، وبيدي الواحد منهم امر انه يتصرف ويجيب التليفون باي طريقه، ولو حد اتدخل يخلص عليه في الحال.